شتي هاد القصه الا ما انسبيراتكش باش دير الفلوس الصحيحه راك غير كتخربق. اسمع معايا مزيان. ايماجين معايا نتايا واحد الولد مراهق كابر في اصعب واخنز الحومات في نيويورك. الفرص والو، حتى المعيشه لعبه خاسره بالنسبه لك، ما تقدرش تعيش. ولكن واحد النهار لقيتي واحد الطريقه باش تبدل الحياه ديالك، باش تبدل داك المسار اللي انت متجه فيه. درتي 19 عام وليتي كتربح اكثر من 2 مليون دولار في العام، اكثر من 2 مليار بالفلوس المغرب في العام. حسبها مزيان اخي، عندك كل شيء اللي اي واحد يقدر غير يحلم به، طوموبيلات الواعرين، اللباس، الديور عامرين غير بالفلوس، وكتحس براسك ما كاينش اللي يقدر يوقفك. حتى لواحد النهار كلشي كيطيح لك فوق راسك، بحال كيجي شي واحد وكيجمعك بنص، كيقبطوك البوليس وكتدخل الحبس، كتواجه الحقيقه. كتوزن اكثر من 110 كيلو، الصحه ديالك مشات، وكيقولوا لك ما تقدرش حتى توصل ل 30 عام. هذه القصه ديال كوس ماتي، راجل اللي بنى امبراطوريه في الشوارع وخسر كل شيء، ولقى الحل باش يرجع يبدل لا سيتوياسيون ديالو في البلاصه اللي ما تتوقعهاش كاع، في الداخلاني ديال الحبس. اجي نرجعوا واحد شويه ونهضروا على فين هذا الشيء هذا كامل بدا. في التسعينات في واحد البلاصه كيسميوها ذا لو ايست سايد اوف مانهاتن في ميريكان. في هذا الوقت داك البلاصه راه زوينه، ولكن في ذاك الوقت ديك الساعات كانت داك البلاصه خايبه بزاف، كانت خطيره وكانت عامره بعائلات اللي ما قادرينش حتى يعيشوا. بالنسبه لكوسماتي ما كانتش غير واحد الحومه، كانت بالنسبه ليه الحقيقه ديالو، هي فين كيعيش كل نهار. العائله ديالو عاشوا في واحد لابارتمون اللي صغيره بزاف، كيتقاتلوا غير باش ياكلوا ويخلصوا داك الفواتير ديالو. كوس كيعقل على الاباء ديالو كيتقاتلوا كيخدموا باش ياكلوا ويشربوا، ولكن دائما ما كيقدروش يوفروا ليه الاحتياجات ديالو. كيفتح الثلاجه وما كيلقى والو، كيلقى غير داكشي العادي، الحليب، لعيبات البساط، كلا اللحم لا والو. كدري صغير كتبدا تقول مع راسك علاش هاد الحياه ماشي عادله، علاش كاينين شي ناس عندهم كل شيء وكثر من كل شيء وشي ناس ما عندهم والو. وبالنسبه لكوس الدروبه ديال الحومه ديالو هي اللي كانت فيها الجواب، ولا على الاقل داكشي اللي كان كيبان ليه. كوس كان كيشوف داك الرجال اللي كبر منه في راس الدرب، عندهم طوموبيلات الواعرين، جولد تشينز، السناسل ديال الذهب والزبابل ديال الفلوس قابطينها بحال هكا، وما كانوش كيتقاتلوا بحال اللي العائله ديالو كانت كتقاتل، كانوا عايشين الحياه ديال بصح. وكوس بغى واحد الطرف من داك الكيكه هذيك. ديك الساعه كانت في عمره غير 13 عام، خدا لا ديسيزيون واللي غادي تبدل ليه كل شيء في حياته، وبدا كيبيع الحشيش. دغيا داك البيزنس ديالو كبر. ملي دار 18 عام ما بقاش كيبيع غير الحشيش، ولا كيبيع الكو، والعمليات ديالو ولاو تيكبروا بزاف. ايماجين معايا ملي ولا 19 عام كوس كان قابض اكبر عصابه ديال لا دروغ في نيويورك. كان عنده التيم ديال الخدامه ديالو، لي زابارتمون عامرين بالفلوس، فلوس صحيحه، ولي كليون في المدينه كامله، وكان كيدخل 2 مليون دولار في العام، اللي هي 2 مليار في العام اخي. كوس كان كينوض كل نهار وكيحسب في الفلوس بحال هكا، وكان كيحسب حتى اليدين ديالو كيعياو من قوه الحساب. ايماجين معايا كتبقى تحسب حتى يديك بحال غيتشللوا، ما كتقدرش تزيد تحسب. هكا كان كيحس بقوه الحساب ديال الفلوس. كان عنده الطوموبيلات الفاخره اللي طيح لك على بالك، كان كيلبس احسن لباس، وكان عنده كاع داك الشيء اللي كان كيحلم به. لكن كما كتعرفوا اللعبه ديال البيع ديال داك الشيء هذاك عامره بالمخاطر، وما فيهاش غير الزوين، فيها حتى الخايب. وكوس عرف لي ريسك ديالو، عرف بان البوليس كانوا حاضينه، وعرف بان الاعداء ديالو يقدروا يديروا اي حاجه باش يطيحوه، وكان كيحس بان راه تكي منهم كاملين، واخد الحذر ديالو وما كاينش اللي قيسو، حتى طاح في الشبكه. في 2009 العالم ديال كوس طاح من قدامه، داو ليه واحد المقلب باش يطيحوه وجابوه في الشبكه وتحكم ب7 سنين في الحبس. ايماجين معايا كيفاش كان كيحس في ذاك الوقت. في دقيقه نتايا اعلى واحد في العالم، دقيقه اللي موراها راك واقف حدا المحكمه وحدا القاضي، والقاضي كيقول لك راك غادي للحبس لمده 7 سنين. واو، كاع داكشي اللي خدمتي عليه تبخر قدام عينيك فرمشت عين. ولكن بالنسبه ليه الحبس ماشي غير دا ليه الحريه ديالو، ولكن جعلو يواجه العواقب
ديال الاختيارات ديالو. واحد النهار جاو كيشوفوا الصحه ديال داك المحبوسين، كيدوروها ساعه ساعه، وواحد من داك الدكاتره جا لعند كوس وعطاه واحد الخبر اللي غادي يضربو اكثر من اللي ضربوه الحبس. قال ليه باللي راه غليظ بزاف وعنده الطونسيون بواحد النيفو اللي خايب بزاف، وعنده الكوليسترول طالع بزاف، وإلا ما بدلش الحياه ديالو الطريقه اللي كيعيش بها اللايف ستايل ديالو ما يقدرش يعيش باش يوصل ل 30 عام. وكوس ديك الساعه كانت في عمره 23 عام. سمع داك الهضره هذيك وحس بحال شي واحد طرشو. لاول مره حس بانه ماشي غادي تمشي له غير الحريه ديالو، ولكن غادي تمشي له الحياه ديالو. واحد النهار كان مريح في الشومبرا ديالو في الحبس، وخدا واحد القرار. خدا القرار ديال انه ما يقدرش يكونترولي لونفيرونمون ديالو، المحيط ديالو، ما يقدرش يخرج من الحبس الا الا هرب وما بغاش يهرب، ولكن يقدر يكونترولي البودي ديالو، الجسم ديالو. بدا غير شويه بشويه، شويه ديال التراكسيون، شويه ديال السيت ابس، شويه ديال السكواتس، اي حاجه اللي يقدر يديرها في داك لاسباس الصغيره اللي كانت عنده. في الاول كان داك الشيء صعيب بزاف لانه كان غليظ بزاف، اوت اوف شيب. هي باش ينوض كيبدا يلهث وما كانش موتيفي، وكان دائما كيتدابز مع داك السيلف داوت، مع الشك اللي كان عنده في راسه. ولكن شويه بشويه تحدى داك الشيء هذاك. نهار على نهار كيزيد يبوشي، كيزيد يدفع، كيزيد في لي ريبيتيسيون، كيزيد في السيريات، كيجرب دي زيكزيرسيس جداد، ولا عنده السفل اكثر، ولا كيحس بانه قوي اكثر من اللي كان بكثير. قوي ماشي غير فيزيكلي يعني بالعضلات، ولكن حتى منتلي، حتى في الدماغ ديالو. في ظرف 6 شهور كوس طيح 35 كيلو، وهذه ما كانتش غير واحد ترانسفورماسيون ديال الجسم ديالو، ولكن كانت واحد البدايه ديال واحد الحاجه اللي كبيره بزاف. كل ما كوس كان كيتريني الحباسه الاخرين كيشوفوا البروغريس ديالو كيفاش كيتحسن، وحتى هما بغاو يديروا معاه داك الشيء هذاك. وشويه بشويه ما بقاش كيتريني غير بوحدو، ولا كيتريني مع داك الحباسه الاخرين كاملين. وهنا فين واحد الفكره جهنميه طاحت عليه. كوس شاف بان داك لونترينمون اللي كان كيدير كانت سامبل وقاصحه وافكتيف، يعني كتجيب لي ريزولتا. وشاف بان هذاك الشيء اللي صنع غيقدر يساعد ناس برا الحبس ماشي غير في الحبس. ملي خرج في 2013 من الحبس عرف اكزاكتومون شنو غادي يدير. بغا يهز داك الشيء اللي تعلم في الحبس ويرجعو بيزنس، دخل منه الفلوس. ولكن البدايه عاوتاني من الزيرو ما كانش سهله، كانت صعيبه بزاف. كوست لقى بان الحياه من بعد من الحبس كتجيب معها العقبات ديالها، التحديات ديالها. حتى شي شركه ما بغات تخدمو، والريكور كريمينال ديالو بقى تابعو فين ما مشى لمده اشهر ما لقاش الحل. ولكن كوس ما بغاش يستسلم، خدا بزمام الامور وعطى فرصه لراسو، لان حتى شي واحد ما عطاه الفرصه. وخرج واحد الكونسيبت جديد سميتو كون بودي، واحد ستوديو فين كيترينيو، والستيل ديالو انسبيري من داك لي زونطرينمون اللي كانوا كيديروا في الحبس هو وصحابو، واللي بدل ليه حياته. في الاول داكشي كان صعيب، كان كيتقاتل باش يبين للناس لا فيزيون ديالو ويجعلهم يامنوا بداك لا فيزيون. ومن اللي بنادم ولا كيهضر بزاف كون بودي ولا كيطلع للفوق اخي. الكونسيبت كان سامبل بزاف، ماشي شي ماتيريال واعر، ما كاينش الاعذار اخي. داكشي سامبل بيسك ولكن انتنس ورك اوت اخي، واللي هما ديزيني باش يجيبوا لي ريزولتا. ولكن اللي جعل كون بودي يمشي مزيان هو لا ميسيون ديالو. وكوس كان بالعاني كان كيخدم الحباسه باش يترينيو معاه، حتى هما كيعطيوهم واحد لا شانس وحده اخرى اللي ما عطاوهاش ليهم داك الشركات. بغا يبين بان الناس اللي عندهم داك ريكور كريمينال حتى هما يقدروا يخدموا، وحتى عندهم واحد البوتونسيال اللي واعر اللي غادي يقدروا يبنيو به الحياه ديالهم والمستقبل ديالهم. وشويه بشويه كون بودي ولات كتعرف، قبطات لاتونسيون ديال الميديا، نيويورك تايمز، ان بي سي، وبزاف ديال الاوتليتس الاخرين كلهم بغاو يهضروا على كون بودي. وسورتو لا جورني ديال كوس من دراغ ديلا للفيتنس انتربرونور. وما كانش غير الميديا هي اللي شافت هذا الشيء هذا، ولكن الناس اون جينيرال، وول ستريت اكزيكتيفز، المشاهير والناس اللي كيبغيو الفيتنس كلهم بغاو يتيستيو كون بودي. والان كون بودي ساعدات آلاف ديال الناس باش يترانسفورميو الاجسام ديالهم والحياه ديالهم. ولكن بالنسبه لكوس ما دارش هذا الشيء غير باش يترانسفورمي الناس الحياه ديالهم من ناحيه الفيتنس، ولكن لا، بغا يبين ان تقدر
تهرس لك لي بارير، تقدر تبدل لي بيرسبكتيف ديال الناس، وتقدر تبين ان راك تقدر تبدل كبنادم من دراغ ديلا كيبيع لا دروغ المقاول. وهنا فين غنعرفوا الاخوه ان لا جورني ديال كوسماتي راه بروف ان شنو موقع ليك في حياتك، شحال ما طحتي لتحت الاعماق عمرو ما مشى عليك الحال باش انك تطلع عاوتاني. فالنوبه الجايه فين تحس براسك باللي راك واحل ما قادرش تطلع لا خروج من داك المشكل ديالك، عقل على هاد الهضره. واخا تكون في واحد النفق كتشوف غير الظلمات ما كاينش النور، راه كاينه واحد الطريق اللي غادي توصلك للنور اخي. كوسماتي لقى الطريق ديالو اللي خرجته من الحبس الانتربرونور بدون اي حاجه. الحاجه الوحيده اللي كانت عنده هي العزيمه القويه والاراده ديالو باش انه يتبدل. الا قدر يبدل الحياه ديالو حتى انت تقدر. مش حال هذه وانت كتقلب على شي طريقه اللي ديرك الفلوس ديال بصح من الويب، ولكن تبلوكيتي وما عرفتي ما دير. جربتي بزاف ديال الطرق ديال الربح، ضيعتي بزاف ديال الساعات في يوتيوب، ولكن مازال ما شفتيش النتائج. هادشي علاش اسسنا واحد الاكاديميه اللي كتعلمك كيفاش دير الفلوس، وكتشوف الناس كيديروا الفلوس قدامك، وكتولي حتى انت كدير الفلوس بواحد الوتيره اللي ما عمرها كانت كطيح لك على البال. في الاكاديميه غادي تاخذ كل شيء اللي غادي تحتاج باش توصل الاهداف ديالك ديال الفلوس. كتاخذ بروغرام من حتى لزد اللي كيعطيك واحد الخريطه ديال كيفاش دير على الاقل 1000 درهم في النهار. دروس معايا انا ومع التيم ديالي على المباشر، وتقدر تسول اي سؤال بغيتي وما عمرك تحس براسك بانك مبلوكي. غادي تاخذ الدعم التقني 24 ساعه على 24 ساعه. اون فوا توحل كتلقى الجواب. كتاخذ افكار وفرص كل نهار اللي يجعلوك دير آلاف الدولارات. وهاد الافكار والفرص ما كيكونوش ساتوري، ما كيكونوش عامرين، وانت والناس اللي في الاكاديميه هما الوحيدين اللي تقدروا توصلوا لهاد الافكار دغيا. غادي تاخذ ادوات اللي كيخدموا بالاي اي بالذكاء الاصطناعي اللي كيجعلوك توفر الوقت بزاف ودير الفلوس دغيا. غتدخل في واحد الكوميونيتي، واحد المجتمع ديال الناس اللي موتيفي باغيين يديروا الفلوس، وكتشوفهم كيديروا الفلوس كل نهار وكيبارطاجيو الارباح ديالهم، وحتى هما باغيينك تنجح ان شاء الله. غادي تاخذ شهر كامل بلا فلوس ديال الاداه ديال ماتش دومينيتا اللي كتوريك الافكار اللي ناجحه مزيان في المجال ديال الطباعه عند الطلب، واللي تقدر دير منها آلاف الدولارات، وكيساعدك بزاف على الخدمه بالزربه ومضاعفه الارباح ديالك بواحد الطريقه رهيبه. ما تبقاش تضيع الوقت، دخل الاكاديميه دابا ويلا نبداو الخدمه ديال بصح. غنخلي لك الرابط لتحت.